نص فول يلا. فخم اعمل لي نص فول على نص بطاطس على نص بيض واخلص عشان عايز افطر. فول وخلاص. ثواني يا صاحبي جاي. هيك يا كريم انت حسابك 100 واما تاكل مش عم تحاسب. ايه انا مش فاتحها سبيل خلي بالك. بص يا اخويا انت مش هتقول لي ما تدفع ولا ما تدفعش، الارض دي بتاعتي ومحدش يحدد لي انا بعمل ايه. امين؟ كيف يعني؟ مش اسلوب ده صاحبي. يا عم بلا مش اسلوب الكلام على نص خبطه عشان انتوا مش حمل خبطه، وانت يا ابني اخلص عشان ما اقلبلكش العربيه وخلي استباحتك زي الخرا. عايز افطر. تمام يا عم هندلك اللي انت عايزه، بس خليها بفكرتك اللي انا حقي هناخده يعني ما تفكرش ان انا هنسيبه، حقي هناخده. يا عم تاخده بقى ولا ما تاخدوش، انا اهم حاجه عندي ان انا مليت ام محمود. احلى مسا عليك. وبعدين في المقاطيع اللي احنا عايشين وسطيهم دول يا عم مش هنخلص من الموال دي. والله العظيم حقي لا هناخده وهتشوف تو هيجيني بالفلوس، هو هيجيني بالفلوس تو. الو حظه. الو يا موسى. لا يا غدا كل من عمل معاك كده. طب خلاص خليك انت في اكل عيشك وسيبني انا هخلص لك الطلعه دي. يا عم خليها على الله ما تشغلش دماغك، صلي على النبي كده بس وخليك في اكل عيشك وقدرها خالصه بامر الله. ماشي يا صاحبي سلام سلام. في حاجه ولا ايه يا حازم؟ معلم كولمان يا عم سايق استعباط على الناس. بجد والله كريم لسه معدي يعني؟ لا والله. اه والله لسه ممسي علينا من شويه. طب ما تناديه يا فارس وغلاوه امك. ماشي نروح نجيبوه. ماشي. مش عارف فيها كولمان انت ليه بتعمل كده مع الناس؟ بص على باباكي اي حد ادوس عليه في اي حته نفسي فيه. يا كولمان. ايه يا يبقى كل حبيبي يا صاحبي عامل ايه؟ الحمد لله يا ابو حازم. عايزك يا زميلي. في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، عايزك هو بس. تعالى يا يا حظه يا حظه. يا عم كولمان في ايه يا عم سايقها فرد سيطره على الناس ليه؟ هو موسى اشتكى لك يا حظه؟ هو ده اللي فارق معاك انه اشتكى؟ اه يا عم اشتكى وقال لي ان انت بتاكل ببلاش وعليك 100 جنيه سندوتشات وسايقها عليه استعباط. وايه الجديد يعني يا حظه؟ انا طول عمري بعمل كده. الصراحه انت بارد قوي يا كريم. في ايه يا عم كولمان؟ الجديد ان احنا ما ينفعش نيجوا على اخواتنا، والناس دي غريبه بس اخواتنا، ولما بنروح لهم هناك بيشيلونا من على الارض شيء، وجايين بلدنا ياكلوا عيش بالحلال ما ينفعش نستعبطوا ولا نيجي عليهم يا عم كريم. حظ ما انا لو كل يوم دفعت فلوس في الاكل هدفع لي 500 600 جنيه وانا اجيب منين يابا؟ هي كده حلوه. شحات وعايز اعيش فينا يا جدع. يا كريم مشيها معاهم واحده صلي وواحده مره تدفع ومره بالحب، والعيال لو شافتك بتتعامل معاهم بالحب هيعدوا لك اي كلام واسمك كلب وحلال وما جيتش عليهم وبالرضا وفلوسك في جيبك. ما تخليك مفتح ما تبقاش غشيمه جدع. بص حظه انت اقنعتني، وانا يا عم من اجل عيونك دي هروح ارطب عليهم واديهم نص الفيزيك. الله يحنن عليك ويرضيك يا عم كريم. صحتك بقى دي استغلها على العيال الشمال اللي شغاله مخدرات. ارمي الارضيه معاهم فتشهم خد منهم حاجه عافيه، على الاقل دول مش خساره فيهم ومش هنحسبوها حرام. انما الناس بتاكل عيش وبالحلال وغريبه ما ينفعش نستعرضوا معاهم عشان ربنا ما يزعلش مننا يا عم كريم. تمام يا حظه مسكه زي الورد. بقول لك ايه الولد ده بارد قوي. انا اللي بارد؟ يا حول ولا قوه الا بالله. بص يا عم موسى ما تزعلش وحقك عليا، خد 25 جنيه امت واعمل لي قدره الفول. يا عم انا بهزر معاك والله مش عايز القدره، اعمل لي نص فول ويبقى لك كده عندي كام؟ 75 جنيه اصلي. ما تزعلش مني حقك عليا. ماشي يا عم احلى نص فول واحنا اخوات يا عم مش عايز منك حاجه، حتى ال 75 جنيه مش عايزها.